بعد شوية بيقول لي إن هو عاوز يستلف مني مبلغ من الفلوس اللي جوزي بيبعتها، وده عشان يروح يشبط بيه. قلت له إزاي يعني أقدر أعمل كده؟ فقال لي إن البنت اللي بيحبها من كذا سنة وعاوز يتقدم لها ويخطبها، هي وأهلها طلبوا منه طلبات مادية مش في إمكانياته، وهو كمان كان رايح يقابلهم وشرح لهم ظروفه، فقالوا له روح اجهز ماديا وتعالى. عشان كده كان عاوز يستلف مني الفلوس ويجيب بيها شبكة ويعملوا خطوبة، لأن احنا اتبلدنا الدهب والشبكة على العريس، هو اللي بيجيبها للعروسة، ودي حاجة مهمة أوي. فقلت له طيب، أنا دلوقتي لو الفلوس دي هتديهالك هتديها لي منين؟ فقال لي أنا بس أجيب الأول الشبكة واخطبها عشان أهلها، وبعد ما اخطبها هشتغل ليل نهار واحوش عشان ارد تمن الشبكة، ولو على السكن فانتي هتتجوزي وتروحي لبيت جوزك، وانا هسكن هنا مع امي. وانا امي كانت حاضرة الكلام ده، وكانت موافقة اخويا على كل اللي بيطلبه مني، وقالت لي يا بنتي اقفي جنب اخوكي، انتوا ملكوش الا بعض، لو كان اخوك الكبير بيقدر يساعده او ظروفه تسمح احنا كنا طلبنا منه، لكن ده عنده بيت وعيال في مدارس ووراه مصاريف كتير قوي، وبرضه قرش على قد. بس انتي ما شاء الله عليكي وعلى جوزك بيشتغل بره، والقرش بدأ يجري في ايده. فقلت لها بس انا ما اقدرش يا امي اعمل كده، انا ما اقدرش ادي لاخويا من فلوس جوزي من غير ما اقول له، لان دي امانه، فلوس جوزي دي امانه وجوزي مأمني عليها. وبعدين بصراحه انا مش ضامنه اخويا، ده ممكن يحرجني مع جوزي وما يرجعش الفلوس. لكن للأسف أمي كانت على طول متعاطفة مع اخواتي الولاد، كانت بتحبهم ومتعاطفة معاهم جدا، وكانت بتيجي في صفهم في كل حاجة. وقالت لي خلاص أنا هكلم جوزك وهخليه يقول لك تسلفي جزء لأخوكي من الفلوس اللي هو بيبعتها للشقة، ما فيهاش حاجة لما تأخروا كذا حاجة في الشغل الشقة، بس عشان أخوكي يشبك، وأنا هقول له إن أنتي ضامنة ابني، ولو ابني ما سدلكش الفلوس دي عندي وأنا ملزمة أسدها. وفعلا ده اللي حصل، وعشان أمي ست كبيرة أنا جوزي اتكسف منها، ولما طلبت ولما طلبت منه الفلوس السلف هو وافق. قال لها يا حاجة الفلوس دي عندك لو حصل أي حاجة. قالت له أيوة يا ابني، وفعلا كلمني جوزي وقال لي ادي لاخوك مبلغ سلف. وأنا خلاص مامتك كلمتني واتفقت معايا على كل حاجة. وأنا يا جماعة بصراحة ما كنتش مرتاحة للموضوع من أوله لآخره، لأن أنا كنت عارفة أخويا كويس وكنت عارفة ظروفه، وكنت عارفة إن هو صعب أوي يرجع الفلوس دي، وبرضه كنت عارفة إن أمي ما عندهاش تسد من وراه. فكان نفسي قوي ان جوزي يرفض يسلفه وتيجي منه، وكان ساعتها امي وابويا يزعلوا شويه وبعد كده يروقوا، وما كناش هندخل في المشاكل اللي احنا دخلنا فيها. لكن لما جوزي قال لي كده انا وافقت، قلت له خلاص، واديت لاخويا الفلوس. وامي كانت متفقه مع اخويا مع جوزي ان اخويا هيسد له الفلوس كمان 6 شهور. وفعلا اخويا خد الفلوس من غير وصل ولا ورقه ولا اي حاجه، وراح اشترى الشبكه وكمان خطب بيها وكان مبسوط. وهو قال لي ان هو عامل حسابه علشان يحوش من الوظيفه ويحوش برضه من شغله معايا في الشقه ويسدد لي الفلوس دي جزء جزء. لكن هو لما خطب لقى ان طلبات العروسه واهلها كتير قوي، وهو ما كانش يقدر يقول لهم لا على اي حاجه، لانه فعلا كان بيحبها. وعدى وقت لما اخويا بقى معاه فلوس بيصرفها على العروسة والهدايا، هو كان بيجيب لها هدايا كتير قوي لأنه فعلا كان بيحبها، ومبقاش عارف يحوش علشان يتجوز ولا حتى عشان يسدلي الفلوس اللي عليه. وقعدوا 6 شهور جري، وجوزي كان كمان بدأ يقلق وبدأ يسألني هو اخوك هيرجع لي الفلوس امتى؟ وكنت بروح اقول لامي وكانت بتقول لي قولي لجوزك يصبر شويه، يعني هي الدنيا هتطير، هنجيب له منين؟ ما هو برضه اخوكي قرشه على قده، لكن جوزك ما شاء الله معاه القرش كتير بره، وهو يعني كان واقف على الفلوس اللي ادهالنا دي ولا ما عندوش غيرها؟ وبدأت طريقة أمي معاه في الكلام تتغير خالص. بعد ما كانت في الأول عمالة تسايسني وتسايس جوزي علشان يدي لأخويا الفلوس، ونزل جوزي أول أجازة بعد كام شهر من سفر، وأنا كنت بقول عليه جوزي لأنه هو مكتوب كتابنا، بس ما كناش لسه اتجوزنا ولا عملنا الزفاف. وهو في الأجازة دي جالنا البيت وقابل أمي وطلب منها الفلوس بطريقة مباشرة. قالت له اصبر يعني علينا شوية. قال لها يعني هصبر لحد إمتى؟ ما انتوا في الأول قلتولي 6 شهور والست شهور فاتوا، اديني ميعاد محدد وقولي لي احنا هنرد لك الفلوس في الميعاد ده. أمي ما رضيتش تحدد ميعاد وما رضيتش تقول له هترجع الفلوس إمتى، وقالت له لما ربنا يسهل وابعت لك الفلوس هديهم لك. واتخانق جوزي مع امي وقال لها فعلا انا اللي غلطان ان انا وافقت ابنك من الاول، لان الفلوس اللي انا تعبان بيها متغرب علشان اجيبها. المهم ان في نفس الوقت دوت اهل خطيبه اخويا قالوا له انت داخل خارج بعد الخطوبه بقالك كام شهر وما خدتش اي خطوه.